الريادة التي تعودنا عليها والتي احتفظت بها مصر إلى سنوات عديدة قد أعادتها وأثبتت جدارتها بالاحتفاظ بها، خاصة بعد عقد مؤتمرين في شهر مارس، المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر القمة العربي الذي جمع العرب واجتمعوا على كلمة واحدة ظهرت نتائجها في عاصفة الحزم واجتماع العرب يدا واحدة. وإذا كنا نبني مصر خارجيا فإننا نحتاج إلى بناء داخلي لمواجهة الإرهاب ودعم الاقتصاد الداخلي أيضا، وعن استعادة مصر لدورها الريادي بعد مؤتمر القمة العربية بشرم الشيخ. يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور هشام عبد الحميد محمود، أستاذ علم النفس السياسي كلية الآداب جامعة جنوب الوادي والمحلل السياسي. أهلا بحضرتك دكتور هشام والحمد لله على السلامة. أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. دكتور هشام، قبل ما نتطرق إلى عودة مصر إلى مكانتها من حيث الريادة في العالم العربي، عايزة استثمر لقاء حضرتك وبداية هذا اللقاء في تناول وتحليل ورصد وتفسير بعض الموضوعات اللي تناولت حجم كبير من الرأي العام على الأقل على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلينا نبدأها بمظاهرة أو الدعوة لمظاهرة خلع الحجاب. نبدأ بالتوقيت. ليه التوقيت ده لاختيار هذه المظاهرة وإيه الهدف منها من وجهة نظر حضرتك؟ أولا مش كل شيء بيطلع ظاهرة جديدة في المجتمع، زي ما قبل كده اتكلمنا عن الإلحاد، اتكلمنا عن الشذوذ، عن حاجات كتيرة بدأت تظهر في أعقاب أي ثورة. بيظهر حاجات اللي هي أساسا المجتمع بيلفظها بعيد، لأن أي شيء خطأ غير لائق لا يمكن الإنسان هيقتنع بيه. فبالتالي دلوقتي بدأنا ندخل في كلام الحجاب. هل المحجبة صح ولا غلط؟ هل الحجاب يكون فضفاض ولا عادي؟ هل مش عارف الربطة تبقى شكلها ايه ولا بونيه؟ لا مالها مشعرها؟ المسألة مش محتاجة كلام ولا نقاش، لسبب موضوع اللبس ده حريات شخصية. زي ما انا شايف نفسي في مثلا في بدلة كرجل، في غيري شايف نفسه في الكاجوال. في نفس النظام في السيدات، واحدة بشعرها عادي بحرية شخصية، واحدة عايزة تلبس حجاب تلبس حجاب. طالما انا مش بضر الاخرين في شيء، يبقى المسألة أساسا زوبعة اختلقت للشوشرة بها على الرأي العام في مجال ما، لأن المسألة مش محتاجة من بدايتها ان احنا نتكلم فيها. بالظبط، يعني من تريد أن تلبس الحجاب مرحبا، من تريد أن تخلعه مرحبا. يعني هي علاقة بين المرأة وبين ربها في المقام الأول. لكن حضرتك ذكرت بتقول ان الهدف من هذه الزوبعة هي الشوشرة. لماذا؟ يعني ليه في هذا التوقيت؟ ولماذا هذه الضجة اللي واخده حجم كبير على الأقل في مواقع التواصل الاجتماعي؟ عشان يبقى دلوقتي مؤتمر القمة كان له حاجات أخرى، وفي ناس من بره وأجندات عايزة تؤثر على الإسلام والإسلاميين في مصر وصورة الإسلام وواجهة الإسلام، مع إن ملهاش علاقة. اللبس ملوش علاقة بعلاقة بربي. ما أنا ممكن أكون عامل كل حاجة في الدنيا قدام الناس إن شكلي مش ما فيش انضباط عندي، لكن أنا بيني وبين ربي علاقة من أحسن ما يكون. المسألة ليه أنا مسكت في شيء واحد؟ طب أنا عندي أشياء أخرى كتير سايب فيها الحريات للمرأة. خلاص، من ضمنها السياحة الشاطئية بلبسها كامل اللي الست عايزة تستخدمه، مش بتدخل فيه. طالما أنا سامح لده اسمح لده. المسألة مش محتاجة، هي كل حدوتة احنا مش لاقيين نهاجم المؤتمر ازاي، فعايزين نطلع اي شيء عشان يبان ان المؤتمر كان له اهداف اخرى على الاسلام. هي المسألة ملهاش اي علاقة بالاسلام ولا بزي المرأة، ومرحبا باي ست اللي عايزة تلبسه. اهلا وسهلا. دكتور، هل لينا ان احنا نسأل ونقول اين رجال الدين؟ اين دور الازهر في الرد على مثل هذه المظاهرات او الدعوة لهذه المظاهرات؟ اولا رجال الدين لوحدهم مش قادرين يعملوا حاجة، ده واحد. نمرة 2، احنا بنقول الإعلام المصري لازم يتدخل بجانب رجال الدين معه، بمعنى ان احنا قلنا قبل كده من هذا المكان بنعتبره منبر إعلامي، ان الإعلام مفروض يستدعي من أئمة الدين، وأنا محدد اللفظ أئمة الدين، ناس وصلت إلى كلمة فضيلة الإمام، ان انا استدعيهم عندي في القنوات في حضور بعض الناس اللي تفهم برضه في العلم، هنقول وليكن أمثالنا اللي بتحمل على كتافها مسؤولية كلمة عبء علم نفس سياسي مثلا، في حضور الاثنين مع مذيع أو مذيعة فاهمة المشكلة، وندخل نطرح الأمر على الرأي العام، وتبقى حلقات متعاقبة بحيث أي شيء جديد يطلع ينبت في المجتمع، زي موضوع مثلا الهجوم على الحجاب بالصورة الغريبة على التواصل الاجتماعي، تحس إنها مفتعلة عشان تؤثر على الرأي العام، والناس تبدأ تقول لك لا ده يبقى بقيت حرب. لا، هي مش عملية حرب على الإسلام أبدا
ابدا. ومحدش يتكلم على الحجاب، اللي عايز يتحجب يتحجب، يبقى مرحبا، ما الجامعه بتقول مرحبا. وفي القنوات الفضائيه والقنوات اللي بتاعت مسبيرو المذيعات محجبات، ما حدش بيتكلم معاهم. واللي مش عايز يلبس حجاب مرحبا بيها برضه. خلينا نقول ان في خبر نازل ايضا ان في تم تعيين اول مذيعه مسلمه محجبه من اصول ليبيه في التلفزيون التجاري الامريكي. هي فتاه عمرها نور تجاري على ما اعتقد، عمرها 21 سنه. يعني يا ريت لو كان معانا الصوره كنا ننزلها. هي فتاه مسلمه محجبه، اول مذيعه تم تعيينها في التلفزيون الامريكي التجاري. واحد المستشارات المقربات للرئيس اوباما بالذات اللي ماسكه الثقافه العربيه والثقافه الاسلاميه محجبه. يبقى بنقول المساله ليس لها علاقه، اللبس ملوش علاقه بالفكر بتاعي ولا مذهبي هعمل بايه. ما ياما اللبس بيداري حاجات كتيره قوي، وياما في ناس بنقول لا دي لابسه كده ليه او ده لابس كده ليه، بنلقاه في قمه الايمان. يبقى المساله هي اثاره بلبله، اثاره فكر جديد عايز يعمل من خلاله مشكله عشان نطلع نشوه مؤتمر نجح في مصر في وقت احنا محتاجين فيه ان احنا مؤتمراتنا تنجح على المستوى المحلي والمستوى العالمي. هي دي اهم نقطه عندي. دكتور هشام، ننتقل الى واقعه اخرى وهي واقعه حرق الكتب في احدى المدارس، الكتب الدينيه. والله انها بتدعو الى الفكر الداعشي. والله بصي، هي طبعا هي اللقطه عموما كان خطا على الاعلام المصري والميديا انها تزيحها بهذا الامر. انت قول تم اعدام الكتب من قبل وزاره التربيه والتعليم في حضور لجنه رفيعه المستوى لاختيار الكتب اللي هي ايه بتحاول تحث على الارهاب او ليه، لان طبعا في كاميرات جابت بعض الكتب الاسلاميه البحته وبدأ يتم بها الهجوم على وزارة التربية والتعليم وعلى القائمين على الدولة. هي طبعا أنا فاهم السؤال إيه مغزاه. السؤال مغزاه سياسي بحت. ليه؟ لأني حضرتك أكيد طبعا قريت برضو في التواصل الاجتماعي زي ما أنا قريت وغير أرى أن الهدف ما كانش كتب أفكار داعشية، لا، الأفكار الإسلامية. لأن في لما قربوا الكاميرات ونزلوها في النت صريحة ان هي كتب اسلامية كلها. طب ما احنا بنقول نفترض في كتاب اترمى خطأ، مش هنقول بقصد، هنقول اترمى خطأ في وسط الكتب. مفروض من البداية ما كانش يصور كتب بتتحرق وما صورش وكاميرات تقرب اللقطة. طب دكتور، هل الحل في الحرق ولا الحل في مواجهة الفكر بالفكر؟ هصر على نفس الكلام اللي قلته من شويه، اللي قلته من باركم هنا من نفس القناه المحترمه. بقول يا جماعه قنوات مسبيرو كبيره، ومسبيرو هي مناره الشرق الاوسط، تستطيع بفكرها وباعلامها ان احنا نقدر نحارب الفكر بفكر وفكر مستنير. بمعنى انا النهارده ممكن امسك الجورنال، انا واحد في مصر هقرا جورنال مثلا النهارده الصبح في كل محافظه نقول وليكن 1000 2000 3، لكن سهوله الرؤيه والمشاهده والتسجيل الفكري في الممري ان انا اتفرج على برنامج ويعجبني المذيع ويعجبني الضيف وبيتكلم في ايه ثقافيا ولا سياسيا او دينيا، انا اكثر هعمل تاثير فعلي على المشاهد اكثر من القراءه. لان حاليا بقي الثقافه المرئيه اكثر، والدليل الجلوس الشباب على النت ثقافه مرئيه. يبقى النهارده ثقافه الكتاب وثقافه الجورنال بدات تنقرض سنه. يبقى كله بيدور على الثقافه المرئيه، والدليل ان حتى في الثورات السابقه بتاعتنا في خلال ال4 سنين دول، ثوره 25 يناير وثوره 30/6، الثورتين كان للاعلام دور كبير ودور فعال سواء بالايجاب او كان للضد. يبقى الاعلام هنا كان له دور كبير جدا. طب انا النهارده ما استغل الاعلام ده بوجوه ثابته في الاعلام بطلعها مثلا كل اسبوع حلقه او 2، الوجه ده لا يتغير لمده 6 شهور بفكره بعطائه كعلم، بناشد الشباب بناشد العقول واعمل حوارات تدخل معايا تليفونات، واصل بعد كده ان لما القى الشخص ده قدر يثبت فكر عند الجمهور اقدر في المستقبل اعمل لقاء في احدى الجامعات والتلفزيون يشرف على تسجيله ويبقى فيس تو فيس للاسئله. بس امتى؟ اما يحصل اتصال فكري بين المتفرج وبين الضيف، زي ما حصل في ايام فضيله الامام متولي الشعراوي رحمه الله عليه. لكن احنا بنتكلم دلوقتي في وجود فراغ. يبقى انا ممكن اقدر اجيب شيخ
من الائمه، وبحددها تاني من الائمه مش اي شيخ يطلع في الاعلام، استند لي في مسألتي بجانب أحد الناس المستنيرة فكريا وله قبول للشاشة. يبقى أنا كده معايا أستاذ جامعي ومعايا فكر ديني. أما أدخل حوار مع شاب من خلال الإعلام والميديا بتاعتي ومن خلال التليفون يبدأ يدخل معايا مداخلات في شاب في شاب ويحصل عملية مجادلات، نوع من اتصال. المجادلات. بس إن كسبت كل حلقة 5 شبان اتغير فكرهم لنتيجة إن أنا يبقى شاب صالح لنفسه وللمجتمع، بدل ما يستخدم في الإرهاب ضد نفسه وضدي وضد مجتمعه، فأنا الكسبان كإعلام، كمصر، كسياسة، كداخلية، كحربية، كشعب. كسبت شاب تغير مصيره بهدوء من غير ما احرق كتاب. طب انا بحس عن كتاب، انتوا بتقولوا بتحس عن كتاب في عنف. طيب ومع احترامنا الشديد للسينمائيين، هم اساتذه في علمهم وفي فنهم، طب ما في افلام كتيره في الفتره الاخيره فيها اراقه دماء كثيره، والبطل اللي هو بيراق دماء حتى لو كان ماشي غلط في اخر الفيلم يبقى البطل الاوحد. وفي المسلسلات الرمضانيه كانت كده، لدرجه في بعض المشاهد في بعض الاثاره في الدم كانت في المسلسلات في رمضان الماضي الناس علقت عليها. لان النهارده صنعت من بطل بيقتل وبيحرق الناس تزعل عليه ما بيتعدم في اخر المسلسل. يبقى المساله أنا قبل ما أتكلم عن الكتاب يبقى أنا أجتمع بنقابة السينمائيين ونقابة الممثلين كجهة سياسية، أو هنقول أحد المكاتب الهامة في الأمن القومي تجتمع بيهم، بحيث الفكر كله يبدأ يتغير تغيير شمولي. أبث مسلسلات فيها حب الشباب لبعضيه، الفكر السوي. يبقى الإعلام بيساعد، نقابة السينمائيين بتساعد، نقابة الممثلين بتساعد، ويبقى كل بؤرة واحدة. لكن لا يمكن التحريك بدون مبنى مسبيره وقنواته العريقة إنها تساعدنا كأساس الجامعة وكمؤسسة الأزهر. يختاروا لنا أحد الشيوخ بالفكر اللي أنا بقوله إن تم ده وثبتنا الوجود قدام الكاميرات، أعتقد هنحصد حصاد بشكل ممتاز أفضل من إن نحرق كتاب أو أي حاجة. لأن ممكن في غزو من خلال النت. طب أعمل في إيه؟ هقطع النت؟ هقول للناس ما تكلموش بعض، لم يتم التواصل بينكم؟ ده النت النهارده بيأثر على البيت اكتر من الميديا. يبقى انا عشان احارب النت اعمل ايه؟ الاعلام شيء مهم جدا. ثبت له وجوه قدام الكاميرات، سمد لي بقى برامج فيها ناس في قبول مع المتفرج، واعمل اتصال. اخذ وعطاء من نوع من المجادلات الفكريه. هعمل اتصال مكالمات مفتوحه ولاي حد يتكلم، مش هنمنع حد هو بفكره يدخل معانا وندخل معاه جدال. ثقي تمام ان كسبنا بنقول في كل حلقه شاب او 5 شباب، ده مكسب كبير لمصر وللمجتمع. دكتور، الواقعه الاخرى وهي واقعه وزير الثقافه بتاع الموظفه السمينه شويه دي، التي دعا اليها انه لا يحب التخان، وعليها ان هي تلف تقريبا او تطلع السلم 20 مره علشان تخس. طبعا هي وكل زمايلها ضحكوا وقت هذه الواقعة، لكن هي رفعت كرامتها يعني، وقالت لا انا لازم الوزير يعتذر. اولا هي ان كانت على سبيل المداعبة فهي لم تقبل المداعبة، وان كانت على سبيل الجد فهي لم تقبل الجد، وده حق ليها. لان السمنه والنحافه دي حاجه ما لناش يد فيها، لان في اجسام بيحصل فيها سمنه من الجينات، حاجات جينات ما نقدرش نتدخل فيها. صلب العمل لا يتدخل في السمنه ولا النحافه، العمل يتدخل في مدى كفاءتي في العطاء. انا بدي في شغلي ولا لا، انا مقصر اجازه، انا بدي باخلاص اخد مكافاه. لكن الاسلوب ده ما اعتقدش ان اسلوب يليق ان يتم مع اي موظف حكومي ايا كان مين هو. لان لما نعكس الكراسي، هو يبقى في موقفها وهي وزيره وهي قالت له الكلام ده، هيقبله على شخصيته او على زوجته؟ مستحيل. فهو ان كان تم الحوار بهذه الكيفيه بالطريقه اللي نزلت برضه على كل التواصل او القنوات زعت منها بعض الحاجات او يعني اتكلموا عليها، يعني ان كان بنفس الطريقه او بنفس الكيفيه فهو ده خطا. والاعتراف بالحق فضيله. مش عيب اما اغلط اقول انا اسف، انا انسان بغلط، واديني استاذ جامعي بغلط. اما قلتش انا اسف يبقى انا مش جدير بكلمه ان انا احمل علم على كتافي، ما ينفعش. يبقى هنا في انا لما بغلط لازم اقول انا اسف. ده البشر بيغلط والمولى عز وجل بيسامح. فهي كل اللي بتطلبه ان هي اخطا في حقها قدام زمايلها، واخطا في شيء حساس للمراه شكلها، الشكل، لان المراه بالنسبه لها حكايه البدانه دي بتبقى مؤلمه سنه. فيعني معذره موضوع اساسا من البدايه كان خطا اثارته، فيجب لمه بسرعه، ده الافضل يعني.
دكتور هشام، نتكلم عن مؤتمر القمة العربية التي عقد مؤخرا في مدينة شرم الشيخ، ونتج عنها أفعال أو ربما الأفعال هي التي سبقت عقد مؤتمر القمة، وهو عاصفة الحزم. مجتمع العرب، معظم العرب في هذه القمة، وعادت إلى مصر ريادتها. نريد أن نتحدث عن القمة. أولا مصر لها ريادتها من قبل ومن بعد، لأن مصر هي الدولة المحورية في المنطقة العربية بأكملها، بل في الشرق الأوسط. دولة لها أهمية تاريخية وجغرافية عالمية، أقدم دولة في التاريخ، عدد سكاننا، عدد الحروب اللي احنا خضناها عدد كبير، جيش أشاد به الرسول عليه السلام وأشاد بجند مصر، وأشاد به حتى عظماء الحروب في العالم من ضمنهم هتلر. يعني مصر لها حسابات تاريخية وحربية ضخمة جدا. طيب أنا ريادتي في مؤتمر، لا أنا مش بثبت ريادتي وبس، لا ده أنا بقول للعالم إن أنا موجودة في أي وقت. مصر لها دور. اما احتجتوني في موقعة الحوثيين وباب المندب فوجدتونا على أهبة الاستعداد. باكستان عند الجد انسحبت، قالت أنا مش هدخل ولا بري ولا بحري ولا جوي، أنا خلاص بره اللعبة تماما. مصر إلى الآن حسب الاتفاق اللي بيننا وبينهم بر وإيه بحر وجو، يبقى بحر وجو. بر احنا رفضنا، لان طبعا معركة اليمن السابقة ايام الرئيس الراحل الزعيم جمال عبد الناصر اثبتت ان البر في جبال اليمن لها اهلها ولها شعوبها، لكن انا بدخل بساعد بما استطيع لاعادة التوازن والهيكلة الاساسية لدولة اليمن، عشان هي ملاصقة للسعودية. لان انا السعودية كموقف عربي معايا مش هنساه تاريخيا ابدا، ان هي وقفت معايا في ثورة 30/6، ومش هنسى موقفها في 73 في حرب 73. مش هننسى الملك ابدا فيصل رحمة الله عليه. يبقى معنى الكلام انا بيني وبين السعودية تاريخ عظيم، بيني وبين الامارات تاريخ عظيم. استحالة اتخلى عن المنطقة العربية ودوري الحقيقي ان انا ليا الريادة. محمد تعمل مناورات ايران، مين اللي تصدى عند باب المندب؟ مش الجيش المصري؟ مش القطع البحرية المصرية اللي بسرعة فضت بسرعة المسألة ورجعت القطع البحرية الإيرانية ورا تاني؟ يعني كده في أسبقية لقوة الجيش المصري وتدريباته الفائقة. عشان في ناس كانت بتهاجم الجيش المصري عشان بعض الأخطاء اللي بتحصل في سيناء، إن جندي اتخطف، إن جندي اتقتل، إن جندي مش عارف إيه. دي يا جماعة اسمها حرب شوارع. امريكا بجلالة قدرها في حرب فيتنام اتهانت لانها نزلت حرب شوارع. حرب الشوارع معروفة فيها مشاكلها، لكن الجندي المصري اثبت انه الجندي الفائق في العالم، سواء في حرب 48 56 في العدوان الثلاثي، في 67 على قد الهزيمة المرة اللي شفناها، لكن برضو احنا دافعنا عن ارضنا باجسادنا وبارواحنا. في 73 خط بارليف اللي قالك اقوى من خط ماجينو حصل له ايه؟ انهار في اقل من 6 ساعات. يبقى معناتها أن إيه؟ أن الجند المصري متفوق. فما أدخل في معركة زي كده لنا حسابات، لكن بنقول مرحبا بالعرب. لكن الحتة اللي عايز أقولها وأؤكدها، أتمنى أن لا قدر الله، احنا مش محتاجين حد، نستطيع نحل مشاكلنا بأنفسنا برجالتنا بولادنا. لكن احنا بنقول إيه؟ نفترض بعد ما نخلص من معركة الحوثيين، أنا عندي مشكلة في منطقتي مع داعش في ليبيا، مع مشكلة على حدود سيناء، مع عدو صهيوني، مع أي حد، راحت مبادرة السلام ودخلنا في مشكلة لا قدر الله، هل هيدخل معايا حرب ولا تمويل مادي؟ لا، احنا بقينا جيش موحد. معنى كلمة جيش موحد يعني أنا أقوى جيش في المنطقة. أنا عندي البترول وعندي العتاد وعندي السلاح وعندي الرجال وعندي التكنولوجيا الحديث وعندي جيوش بتتحد مع بعض. أقدر أقف قدام أي دولة في العالم وأضاهيها، أقول له أنا الجيش العربي القوي بقيادة مصر. هو ده اللي أنا بتمنى الاستمرار والحفاظ عليه. نتحدث عن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد قبل مؤتمر القمة العربي، ونتج عنه الكثير من الاستثمارات يغلب عليه أيضا الطابع العربي. إذا تحدثنا عن هذين المؤتمرين من منطلق الوحدة العربية أو من منطلق السوق العربية المشتركة، يعني هل هذه خطوات بتمهد أن يكون هناك سوق عربية مشتركة؟ أولا إن احنا ننجح في مؤتمر اقتصادي فده نجاح لمصر والمنطقة العربية. اثنين، إن ننجح في مؤتمر إن احنا نوحد جيوشنا، ده دليل على إن احنا بدأنا ناخد خطوات إيجابية، إن في اتحاد
وان الاتحاد قوه، واتمنى ان ما فيش ملك ولا رئيس ينسحب فجاه. احنا عمرنا ما بنتخلى عن العرب، والدليل في اشد مشاكل العراق في سنه 81 ايام الرئيس الراحل محمد انور السادات ما تخليناش عن الموقف العراقي، وفي ايام الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ايام حرب ايران والعراق لم نتخلى عن العراق بعد حرب 8 سنوات، واحنا اللي نهينا المشكله في الاخر على شط العرب. يبقى احنا بنتكلم النهارده ان مصر مواقفها دايما ثابته. يبقى انا منجح اقتصاديا ثم عسكريا باتحاد، يبقى المفروض السوق المشتركه تشتغل، بدل ما انا مالي كعرب في السعوديه وخزائن السعوديه في دول اوروبا او امريكا، الكويت زيها، الامارات زيها، انا ما استثمرها في منطقه الدول العربيه بسوق مشترك ما فيش جمارك فيه، منتجاتنا بتتباع لبعضينا، انا اقدر احارب منتجات الصين اللي غزت كل العرب. النهارده الصين بتصنع اي حاجه من اهيف شيء لاكبر شيء، داخله معايا بتعمل لي دلوقتي بروتوكول عملنا معاه عشان تعمل لي القطار السريع. يبقى الصين نجحت صناعيا، ما تبصش للحاجات اللي التكنولوجي واقعه فرزه ثانيه ولا ثالثه، لا هم في الحاجات الثقيله العربيات والمعدات الثقيله برضه ما ناجحين، ودليل انه بيتفق معايا على القطار السريع وهينجح فيه. يبقى هنا معناتها ايه؟ يبقى انا مش عايز اكون اقل من الصين، مش عايز ابقى اقل من السوق الاوروبيه، لا انا عايز ابقى عندي سوق مشتركه، منتجي بيطلع عبر الغردقه او عبر البحر الاحمر الى السعوديه والكويت والامارات واليمن والمجموعه اللي هناك، ثم ان شاء الله ان نجحنا مع المجموعه دي اعتقد الجزائر وتونس والمغرب هتنضم ليا. يبقى انا النهارده قدرت اضم العرب شمال افريقيا اللي هي دول الشمال اللي هي من اولنا الى المغرب، ثم دول الشام، وبعد كده دول اسيا اللي هي العربيه، اعتقد ان عملنا سوق مشتركه بكل واحد فينا بفكره، كسوريا كلبنان كالاردن كمصر، هقدر اعمل سوق اقدر احارب بيها العالم ويبقى ليا عمله واحده زي الين. ما هو عملوه ليه؟ عشان تبقى عمله اوروبيه بيتحدوا فيها. اعتقد هنبقى قوه رهيبه، بس يا ريت يكمل المشوار والخريطه دي تكمل يا رب. دكتور، نرجع للشأن الداخلي ونتكلم عن تغيير الحدث بالنسبة للمحافظين وأيضا التعديل الوزاري، وخلينا نبدأ بالمحافظين. الفترة التي مضت هل لينا ان احنا نقيم أداء المحافظين ولا لا لسه ما زالت الفترة قصيرة لم نحكم عليهم بعد؟ الفترة ضيقة قوي يعني، عشان برضه ايه ما نقدرش نحكم على محافظ في فترة شهرين مثلا او حاجة زي كده، الفترة غير كافية. يعني اصل الكتابة ما بتفتحيه اول صفحة مش بتبقى هي مقدمة ثمينة لباقي الكتاب. بدخل في الفهرس واشوف ماشي ازاي والمراجع اقدر افهم. هل بتدي مؤشرات؟ ارهاصات نقدر نقول إيه؟ حتى الآن يعني في محافظين بدأ يبان ليهم خطوات وبدأ ينزلوا في الشوارع، يعني في سواء في بحري أو في إبلي أو في القاهرة الكبرى بدأ برضو في شكل للعاصمة يبان، لمواقف العربيات، للاهتمام بجانب الشرطة أن مجالس المدن بدأت تنزل في تنظيم الشوارع. يعني أنا شايف العاصمة بدأ يبان لها شكل. اسكندرية عايزة برضو مجهود شوية، لأن اسكندرية طبعا عروس البحر المتوسط اللي احنا بنتمنى فصل الصيف يجي عليها إن شاء الله السنة دي تبقى أفضل من الأعوام السابقة. نشكر المحافظ السابق على ما قام به من مجهود في خلال برضو فترة حرجة، ثورات ورا ثورات، يعني في 4 سنين حصلت مشاكل كتير على مستوى جمهورية مصر العربية والمنطقة العربية بالكامل. فبرضو محافظة هامة زي اسكندرية نشكره على ما قام به مشكورا في دوره. نتمنى محافظ اسكندرية الجديد يهتم بمعالي المحافظ باسكندرية وبالناحية السياحية الشاطئية واسكندرية جوه، ومشاكل الصرف الصحي ومشاكل كتيرة في اسكندرية والقمامة وحاجات كتيرة لازم يشوفوا لها حلول. شركات تدير القصة دي زي أيام المحافظ اللواء المحجوب بسرعة قدر يعمل اتصالات وشركات يعني تستطيع تسيطر على القمامة ومشاكل لازم ينزل في الشوارع ويمشي بنفسه. ما فيش مشاكل هتتحل إلا ما لازم محافظ ينزل من مكتبه وينزل يشوف نبض الشارع. أنا متذكر أيام المحجوب كان في مشكلة في أحد الأسواق، راح بنفسه وركن عربيته ومشى برجليه يشوف اهل الحي صادقين في الكلام ده ولا لا، ورجع السوق مكانه تاني. انا عايز محافظ يحس بنبض الشارع. انا المكاتب ننساها، مفيش حاجه اسمها مكتب. والزيارات الرسميه الزيارات الرسميه اما تكون مبلغ عنها غلط. ما انا ما اقولش انا رايح زياره مفاجاه
وابص الاقي هو عامل استعداد ليها قبلها بيوم ورصه في الشارع وبلط وحطوا زرع والكلام ده. لا ما ينفعش الكلام ده. لا في زياره يبقى انا رايح بدخل مفاجئ للهيئه، بقول له انا بفاجئك، بشوف دفاترك مظبوطه ومواعيد عملك مظبوطه والموظفين موجودين والناس قائمين على خدمه الجمهور الاسكندراني ولا لا. ده هو ده الكلام اللي هنقول عليه النورمال، اللي هو الشخصيه اللي بتبان ليها شكل انا بيبان لي. لكن اقول لك اصل انا رايح هعمل زياره مفاجئه لمستشفى كذا، ما ينفعش، ما انت قلت. لكن برضه هنقولها برضه في ايام معالي لواء طارق المهدي عمل كذا زياره مستشفيات برضه ولقي بعض المشاكل وقدر ينتصر على مشاكل كتيره، له ما له وعليه ما عليه، ونشكره على الفتره بتاعته. نتمنى المحافظ الجديد انه يقدر يركز في مشاكل الشعب الاسكندراني في مجال اسكندريه، والشعب المصري والسياح اللي بيجيني من العرب والاجانب اللي بيستغلوا السياحه الشاطئيه كعروس البحر المتوسط الاهتمام من غدا من اليوم، لان مساحه الصيف ضيقه عشان شهر رمضان في النص. يبقى انا النهارده عندي مساله عايزه حسابات من معالي المحافظ. ما اعديش انا على البحر وابص القمامه مرميه على الرصيف المقابل مستنيه اللودر يعدي. الكلام ده ما ينفعش في اسكندريه يا جماعه، الكلام ده خطأ. برضو البحر بدأ يتحجب في أماكن كتيرة على المشاهد عشان العقارات المخالفة. لا احنا بنقول لا على انا ما ببقى ماشي على البحر في بعض الناس اللي بتستغل الكافيتريات بدأت تحجب البحر. لا المفروض رؤية البحر اعمل كافيتيريا، بس البحر ما تحجبوش عن عيني ايا كان مسمى الكافيتيريا او النادي او الجهه اللي واخداه. البحر ده ملك للمصري وملك لاي زائر اشوفه وانا معدي. اعمل لي تذكره ادخل ماشي، بس ما تمنعش عيني اشوف جمال البحر اللي ربنا ملكوني. انت بتمنعني ان اشوفه عشان انت خدته خصصه لنفسك؟ لا طبعا. حاجات كتيره، تجاوزات كتيره. يعني نهر النيل في القاهره دلوقتي بيشيل منه تجاوزات. البحر المتوسط في محافظه الاسكندريه مش هنشيل التجاوزات اللي عليه؟ ما مش بقول لك شيله، هو الراجل خد جزء انت مخصصه له بيدفع لك اجر كمحافظه، بيدفع اجر طالما بقدر استصلح بالاجر ده مرفقات مدينه الاسكندريه او محافظه الاسكندريه انا موافق. بس يبقى مقنن، يبقى بارتفاع معين ان انا اسمح يا فندم. ده في اماكن قدام سيدي جابر ما تشوفش فيها البحر يعني عينك ما تشوفش البحر. يعني عايزه سلم عشان تشوف البحر، لا المساله مش كده. لا ده البحر ده ملكي وملك اي واحد. هو نزل ومشى على رجليه وشاف المساله دي هيتدخل كمحافظ ايا كان مين هو المحافظ، هيتدخل لا يسمح بهذا التجاوز. حتى لو كانت هيئه من الهيئات السياديه وده يكلم وزيرها. يا معالي الوزير البحر ليس ملكك لوحدك، جايز رجالتك عملت ده وحجبت البحر. يبقى هنا نبدأ نتكلم مع محافظة الاسكندرية كشكل كمضمون كأهل اسكندرية عايزين يستمتعوا بيها في الصيف وفي الشتاء. بالنسبة الوزراء الجدد في التعديل الوزاري التي تم في الفترة الأخيرة، التعديل كان تعديل محدود طبعا. كان اهم شيء في وزارة الداخلية طبعا. ربنا يوفق الوزير الجديد، ونشكر معالي اللواء محمد ابراهيم على الفترة العصيبة اللي قابل فيها المهمة بجانب قيادة الجيش اللي بعد كده بقي رئيس جمهورية في انتخابات حرة اتعملت. نشكره انه قابل مهمة صعبة وتحدي صعب وخاطر بنفسه كوزير وتعرض لاغتيال، فنشكره على الفترة بتاعته. ودي سنة الحياة، ما فيش كرسي دايم لحد ابدا. الكرسي دايما دوار والانسان بيمشي وبيجي اللي بعده عشان خبرات تتعاقب على الكراسي. بستفيد من خبرات شباب، خبرات ناس تانية اقدر استفيد بيها بقيادتها اللي بتيجي بيها في وزارة الداخلية. يعني اقدر اقول ان هي كانت اهم وزارة في التغيير ده. استحداث وزارة التعليم الفني. التعليم الفني عايز دراسة كبيرة. هو طبعا خطوة جريئة نعملها وزارة، لكن التعليم الفني في مصر يعني كان مهمل. انا بديله دبلوم عشان يتركن بيه، حتى لو بتوظف في وظيفه هامشيه. هاتيلي واحد خد دبلوم صنايع ويعرف حاجه في الصنايع ابيض، هاتيلي واحد خد دبلوم زراعه او ما شابه الدبلومات دي، المسميات يفهم حاجه في الزراعه، هاتيلي ابيض. ده هنا الخطوره. لا انا عايز اعيد هيكله التعليم الفني. التعليم الفني هو امل مصر بكره. ما انا ما افرحش بكمل بكالوريوسات اللي عمال يتاخد، وبرضه عايز اقنن الكماله ليه. ما يبقاش واخد لي دبلوم زراعه وراح يكمل لي في حقوق، لا مش هيخدمني في حقوق. راح يكمل لي في تجاره، لا يكمل في بكالوريوس زراعه مع التعاون زراعي، يكمل في كاريره عشان يطلع مختص في شغله. برتقي علميا في شغلي زي ما انا باخد دكتوراه في علم النفس
يبقى انا باخد في تخصصي اللي خدته في الليسانس بتاعي، ما اخدش دكتوراه في الكيمياء. كلام مش، لا اصل انا بفلوسي، لا مش عامل فلوس. التعليم المفتوح لازم برضو يعدل، بمعنى دبلوم مش بقول لك ما تكملش، بس في الدراسه اللي انت بداتها من اولى ثانوي، دخلت زراعي يبقى كمل زراعه، صناعي ادخل معهد تكنولوجي بجميع انواعه مثلا، معهد مساحه، معهد هندسي، اي شيء ما يسمى داخل كلمه صناعي. يبقى انا كده هطلع جيل يخدم الدوله ويخدم نفسه، ما يبقاش عالة على المجتمع وهو مش قادر يعمل حاجه وحاسس بقصور، حاسس انه ما درس. لا، المسألة يبقى فيها انضباط في التعليم الفني ويعاد هيكلته، مش أنا بديله دبلوم وخلاص وتلاقيه مش عارف يكتب اسمه، وتتفاجئ إنه دخل خد بكالوريوس من كلية كذا عشان دي بفلوسه. لا، المسألة مش كده. لا، المسألة من البداية هقنن التعليم الفني، وبجانبه أقنن التعليم اللي هو التعليم المفتوح في مصر، عشان المسألة يبقى فيها انضباط. بطلع خريج، معنى كلمة خريج اقدر استخدمه انا وما ابعته هديه اي دوله عربيه، ما يبقاش انا معايا بكالوريوس ولا اعلم ما هو البكالوريوس، اخر حاجه خدتها في اولى ثانوي او ثانيه ثانوي والباقي مشيته غش. لا، ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش الكلام ده. دكتور هشام، هل نحن في حاجه الى اجراءات استثنائيه، اجراءات صارمه وحازمه على الوضع الداخلي؟ كل من يخرج على القانون في ظروف احنا بنعتبر في حرب ضد الارهاب داخليا وخارجيا، ده جزء بيخصني انا كمصري. في اثناء كمان حرب جيشك ملبوخ فيها مع اليمن، هو طب انا مالي مال اليمن؟ لا، ما احنا دلوقتي بقينا جيش مشترك، مفيش حاجه اسمها انا مالي. زي ما انا دلوقتي نتعكيت مع اي حد في اي معركه، يبقى انا نفس النظام، هو ما يقوليش انا مالي، لا، مع ان انا قلت قبل كده احنا قادرين على حل مشاكلنا بولادنا وبرجالتنا وبشبابنا، ومستعدين كلنا نتجند عشان نحمي بلدنا من اي عدوان خارجي. لكن احنا بنقول لا، زي ما انا واقف معاك انت تقف معايا. لكن انا النهارده في حاله الاستثنائيه اللي انا فيها، حرب داخليه سواء على حدودي من الداخل او على حدودي من الخارج، ثم انا جيشي مشغول بحرب تاني في منطقه الخليج. هل يصلح ان انا ادخل في مشاكل داخليه؟ ذبح جنودي في سيناء من الناس بيدعوا ان هم الالويه الحمراء السيناويه مثلا، كويس؟ هل انا يصل ان واحد يدخل عشان يفجر نفسه بحزام ناسف على كتيبه ياخده عسكري جندي من ولادي ويطلع بيه بره يضحي بنفسه عشان ينقذ زمايله؟ ده ايه؟ وبعد كده تقول ما فيش قرارات استثنائيه؟ لا، لازم في قرارات استثنائيه، بمعنى ان النهارده نفترض عجزت المحاكم العاديه عن اصدار قرارات في الاحوال العاديه، بمعنى انا دلوقتي عندي واحد اتمسك في مظاهره مثلا في جامعه، ده بيدخل محكمه عاديه. لكن واحد اعتدى على منطقه عسكريه، لا، ده محاكمه عسكريه، لانه هنا ايه؟ ضاعت منه صفه المحكمه المدنيه، انه يتمتع بايه؟ ان انا اتنظر قدام محكمه عاديه ثم استأنف ثم انقض ثم ده طبقا للدستور. انا كان اقصد من هذا السؤال يا دكتور هشام الفساد ومحاربه الفاسدين والمفسدين. يعني بآراء العديد والعديد من المواطنين الفساد ما زال مستشري، والفاسدين يعني ما زالوا على نفس النهج. تمام. طيب هنقول السبب ان في ناس قاعده في مكاتبها الى الان مش بتنزل، سواء محافظين، رؤساء احياء، رؤساء مدن، كله متكل على اللي بعديه. وكيل وزاره التموين مثلا، مش بتهم كله، احنا بنقول في ناس يعني في بعض خلاص مباحث تموين، يبقى لازم في انضباط في الشارع المصري. زي ما بشوف كمين بالليل، ظباطنا واولادنا الجنود واقفين بالليل عاملين كمين على شط اسكندريه. ليه؟ بين كمين وكمين كمين، خايفين على اي واحد يحمل قنبله يحطها في مكان، وبيضحوا بارواحهم. اشمعنى الشرطه بس هي اللي دايما سهرانه؟ لما باقي الهيئات تنزل، ما كله ينزل، الكل يتضافر. يبقى هنا الكل نتحرك في كل الوظائف، حتى وكيل وزاره التعليم، رؤساء الجامعات، الوزراء تتحرك من مكاتبها، مش لازم معالي رئيس الوزراء هو الوحيد اللي بنشوفه على طول في الاعلام. ايه اللي هيخليهم يتحركوا؟ نبض الشارع، الشارع محتاجه. النهارده انا بتحرك ليه؟ لان نبض الشارع عايزني، لان انا مش في مساله عاديه، انا طالع من مجموعه مشاكل. انا طالع من 2011 الى الان في مجموعه يعني حكام يعتبروا مسكوا مصر، بدايه من المجلس العسكري ونهايه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم ورا حكم ورا حكم، قيادات وزارات ورا بعض، وزارات فشلت ووزارات نجحت، يعني مشاكل كبيره. الى الان مش قادر اعمل مجلس شعب، الى وقت هذا من 2011 مش عارف اعمل مجلس شعب. يبقى انا عندي مشاكل كبيره وضخمه جدا.
ورئيس هو اللي بيجري داخليا وخارجيا، ووزاره بتساعده الى حد ما. رئيس وزراء في كل يوم في مكان في كل حته. طب باقي الوزراء فين؟ باستثناء وزير الداخليه ووزير الدفاع، باقي الوزراء فين؟ مش هنقول كلهم مقصرين، لا، بس في وزراء فعلا مقصرين. يعني ما وزير يدخل في تحدي مع موظفه في كلمه انت سمينه ولا احنا فاضيين للكلام ده مثلا. مثلا هندي مثال بيها، مثلا مشكله بورسعيد اللي نتجت عن اختلاف بين راي الغرفه التجاريه ووزير التجاره، الصناعه والتجاره، وقامت بسببها مشكله. الحمد لله برضو تعتبر اتلمت واتحلت بامر من رئيس الجمهوريه. طب ولحد امتى انا هدخل رئيس الجمهوريه في كل حاجه؟ لا يا جماعه، المساله يبقى هنا في تحريك بيتحرك كل الوزراء وفي ضبط نفس، بلاش الانفعال. يعني مشكله بورسعيد بدات بسبب انفعال، الوزير ما تحكمش في الاجتماع وقال كلمه خلت الاهالي قامت. طب ليه؟ طب انا ممكن في البدايه اقدر الم القصه كلها. مشكله الوزير بتاع الثقافه مشكله برضو بسبب كلمه. يبقى خلي بالك، التواصل الاجتماعي بيمسك قنوات معاديه لمصر تمسك ويعملوها قصه وحدوته، والوزاره فشلت، ومعالي رئيس الوزراء فشل، والقياده فشل. ليه؟ طيب على مشكله هايفه زي مشكله الحجاب، محجبه ولا مش محجبه، والحجاب شكله ايه وطوله ايه. يبقى مساله ايه؟ اصطناع، اصطياد. بس انا كوزير ما اديش الفرصه، انا كمحافظ في محافظه كبيره ما اديش الفرصه. لا، لان في محافظات سياديه لازم المحافظ يعلم هو رايح فين. انت اختاروك لمحافظه وليكن الحدود زي سينا، محافظات مهمه عسكريا. بعتك اسكندريه لها شكل مهم جدا على البحر المتوسط، فيها ترسانة البحرية وده شيء مهم جدا عسكريا، فيها المنطقة الشمالية. يبقى مسألة أنا رايح محافظة عارف كيانها السياحي والعسكري والأهمية الجغرافية يبقى في محافظات لها طقوس. بورسعيد، قناة السويس نفسها الباسلة. يبقى هنا المحافظ عارف هيعمل ايه، مش رايح محافظة هتركن فيها محدش دريان بين غلط. لا، في محافظات لازم التحرك فيها، المحافظين يتحركوا، وبالتالي بالسلطة المخولة من رئيس الجمهورية اللي خولها رئيس الجمهورية من خلال حوالي 10 أيام، إعطاء السادة المحافظين سلطات رئيس الجمهورية في محافظتهم. يعني افعل في المحافظة كيفما تشاء بدون العودة إلي، إلا في اجتماعك الشهري مع معالي رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، بتجتمع تقول ايه اللي تم في خلال الشهر وايه اللي ممكن اعمله في الشهر الجاي. فممكن هم اللي يراجعوا معاه اخطأوا ايه او هو صوب الصواب السليم. طب انت معاك الصلاحيات دي كلها، تقعد في مكتبك ليه؟ ما تنزل. لان برضه بعض المشاكل بتطلع من خلال الاعلام، يقول لك مثلا سكرتير عام في احدى المحافظات استقال. طب استقال ليه؟ بحجم لواء يستقيل ليه؟ هل اختلاف رأي يوصل بين الاثنين يمشي السكرتير؟ حاجات برضو لها إرهاصات. إحدى السفارات يقول لك كان في أرض مخصصة لسفارة ما وتم الخلاف عليها، فاختلفت ليه؟ ما قبل ما تبقى محافظ وما بعد ما محافظ، وتقيل الموظفة وتغير مكانها عشان هي ليها وجهة نظر أن جنب في مبنى سيادي لإحدى الأجهزة السيادية لا يصلح جنبيها سفارة. فيبقى فيه وجهة نظر، الرأي ورأي الآخر. مش عايزين نقول دايما لازم محافظ يشيل الموظف ولازم يخلي موظف. يا جماعة لازم نتحد، عشان احنا محتاجين، الشارع محتاجك كمحافظ وكقيادات أمنية. الأستاذ الدكتور هشام عبد الحميد محمود، أستاذ علم النفس السياسي، كلية الآداب، جامعة جنوب الوادي، والمحلل السياسي. بشكرك على هذا اللقاء. نأتي إلى ختام اللقاء وختام حلقتنا النهارده من برنامج الإسكندرية مباشر لأسرة يوم الجمعة، على وعد أن نلتقي بإذن الله يوم الجمعة القادم. إلى أن نلتقي، لكم منا أرق التحية.